ازيكم يا اصدقائي؟ وبما اننا الفيديو اللي فات اتعلمنا سوا ازاي نعمل اوديو دوكينج، فاحنا النهارده هنتعلم لو معانا مزيكا ازاي نقدر ننهيها في اي وقت. بمعنى مثلا لو عندنا تراك مزيكا مدته 3 دقايق وانا عايز اقطع عند دقيقة ونص، ويلا بينا على البرنامج نشوف عملنا كده ازاي. هنا بعد ما اخترنا المزيكا بتاعتنا طبعا واخترنا المكان اللي هنقطع فيه، القطع بقى بالشكل ده. طبعا الكت بتاع المزيكا هنا طالع بطريقه وحشه جدا، وعشان نعمل الكت بتاعتنا لطيفه اكتر على الودن وما تبقاش حاده كده هنعمل عليها ريفرب افكت. واول خطوه هنعملها هي ان احنا نسيب حته زياده في لاير المزيكا او ننقص منه حته عشان نبتدي نشتغل عليها، وفي حالتي انا هزود حته بسيطه. بعدها نعمل لها كت ونفصلها عن بقيه تراك الصوت. بعدها هنعمل كوبي للحته اللي احنا عملنا لها كت عن طريق ان احنا ندوس على الت ونشد اللاير بتاعنا لتحت. بعد كده هنضغط على اللاير الجديد بتاعنا كليك يمين ونعمل له نست. بعد كده ندوس اوكي، وبعد كده هنضغط عليه دبل كليك ونفتح التايم لاين بتاعه. وهنا هنعمل منه نسخة تانية برضو، بس النسخة دي هنكتمها وهنزود مساحتها شوية، وده عشان لما نيجي نعمل ريفيرب البرنامج يبقى عنده مساحة اللي يقدر يكرر فيها الصوت براحته. نرجع تاني للتايم لاين بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، وهنا برضو هنكبر مدة اللاير بتاعنا. بعد كده هنروح لقائمة effects وهنكتب هنا studio reverb. هنلاقيها هنا ظهرت لنا اهي، هنمسكها ونشدها ونحطها على اللاير بتاعنا. بعد كده هنروح على effect controls وهنيجي هنا ندوس على edit وهيظهر لنا القائمة دي، والchannels اللي هنلعب فيها هما الروم سايز والديكي والايرلي ريفليكشنز والويد والدراي والويت تحت. وهنا الارقام مش بتبقى حاجة ثابتة، هو كل واحد فينا بيظبط الارقام على حسب النتيجة اللي هو محتاج يطلعها، فانا هظبط الارقام على النتيجة اللي انا عاوز اطلعها دلوقتي. ونجرب نسمع كده. زي ما قلت لكم من شويه مفيش ارقام ثابته نحطها في التشانلز دي، هو بس الفكره انك تقعد تغير في الارقام لحد ما توصل للنتيجه اللي انت محتاجها، وكل واحد فينا طبعا عنده نتيجه معينه في دماغه. وبكده يكون فيديو النهارده بتاعنا خلص. لو احتجتوا حاجه مني اطلبوها في الكومنتات، ونتقابل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.